مع بزوغ الشمس يعني. يا فندم اول ما النهار بدأ الفض في القاهره كنت موجود جوه القسم يا فندم. حضرتك رجعنا وبدانا نشتغل. يعني انا متواجد في المركز في مكتبك، وبشتغل في محاضري اللي هتعرض الصبح على النيابه، اجراء زي اي يوم كل عادي. يوم بالظبط. كل ده شغل كل يوم، والوقت اللي بترجع فيه وبتشتغل اذا ما كان في شغل تاني او قضيه تانية احنا شغالين فيها حسب طبيعه العمل اللي موجود. تمام. وفجأة الساعه 6 حوالي الساعه 6 الصبح بالتجمع عند مسجد، والمسجد ده بيقول يعني انا اعرف ان المسجد ده انا وحضرتك وجميع المسلمين اللي بيخشوا يصلوا في المساجد ان المسجد ده بيقول للاذان. نعم. انا بروح حضرتك يقول الله اكبر اروح اصلي. لكن انا اقول حي على الجهاد من خلال مسجد. حي على الجهاد والهجوم على اسم الشرطه. حضرتك نفس نقطه مهمه جدا. انا اقول لك دلوقتي حي على الجهاد. هو حي على الجهاد ده هو انا رايح احرر القدس. ما هو لا، هو من دماغه يعني، هم العقيده بتاعتهم كده. انا عارف يعني حي على الجهاد اتعلمناه في المدرسه واحنا اطفال. صحيح. واحنا طلبه في المدرسه كنا ناخدها في القصص بتاعت واسلاماه. صحيح. والقصص اللي هي الدينيه اللي بتحفزك على دينك. نعم. ان ده واجب وطني اتجاه حاجه مقدسه، تدافع عن وطنك، عن ارضك، عن حي على الجهاد ولنصره الاسلام. ان هم يروحوا نصره الاسلام، يروحوا يعني يقتلوا الشرطه اللي جوه الاسم وبره الاسم. الاسلام اللي هو منهم براء. نعم بلا شك. الاسلام بلا شك بلا شك. طب انا عايزك تحكي لي بس عشان فلاش باك كده ايه اللي حصل. حضرتك المركز مكانه ايوه مش بين بيوت اهالي. نعم. بين مؤسسات حكوميه ومصالح. تمام. المحكمه. ايوه. بنك. مدرسه. سجل مدني. مجلس مدينه. تمام. كل دول حوالين المركز. تمام. يعني انت المركز عباره وسط مؤسسات حكوميه ومصالح حكوميه. تمام. عشان خاطر هتهجم عليه انت، ما فيش بيوت فعلا اهالي. مثلا لو في بيوت اهالي موجودين كان ممكن منع شويه. لان في واحد كله هيخاف على بيته. ايوه. لان انا ده بيتي، مش متحصن يعني. حضرتك ده بيتي، انت وحضرتك قاعد في الاستوديو دلوقتي طبعا، وفريق العمل اللي مع حضرتك طبعا، وانا جاي من بره طبعا بهجم عليكم طبعا. ايه رد فعل حضرتك؟ تمام. ايه رد فعل؟ لما لقيت ال 2000 3000 جم فجاه، ايه اللي حصل؟ مين قال لك؟ سمعت الصوت؟ طلعت شفت؟ احكي لنا ايه لا يا فندم، حصروا المركز من كل مكان. تمام. حصار شديد. تمام. يعني انا لا بالاسلحه. انا راجل اتعلمت في كليه الشرطه واتخرجت واشتغلت ضابط شرطه وشفت ورحت فرق واتعلمت. انا ما شفتش تدريب بالكفاءه دي الجسمانيه والبدنيه والاستعداد الكامل. يعني كان مرتب له مسبقا يا فندم. وانا بجمع 2500 واحد في ربع ساعه يعني بتليفون. طيب. لو بتليفون مش نشوف هنجمعه. فيديو كده يفكرنا برضو بالصوت والصوره. استاذ طلعت. حرام عليك، ودوه حافظوا عليه. أنا لاحظت تأثرك الشديد في أثناء عرض الفيديو. حضرتك كنت واقف في النص وهم هؤلاء الإرهابيين بيضربوك، وكنت واقف على رجلك. ما هو حضرتك انت اثرت نقطه. يمكن انا كنت عايز اقول لحضرتك ان انا واقف على رجلي. انت فاز في وسط هذا الكم. احنا بشر. ما الكسره تغلب الشجاعه طبعا. انا اقول لحضرتك على حاجه يعني. لا حد يلومك. وبعدين انت بتتعرض للضرب مش بالايدين. انت بتتعرض بآلات حاده، عصي، اسلحه ناريه،
في حضرتك لو شفت فيه كان شاب محترم لابس تيشيرت احمر، كان ماسك في ايده جيركن ازرق، ده حضرتك ميه نار ياه كله بالكامل، انت فاهم. والحمد لله واقف على رجلي. ما انا انت ما ما- بتكلمش بانا، انا بقول يعني بشخصي انا، كل زملائي ظباط، ده لو ظابط واقف في مكاني غيري هيعمل زي اللي انا عملته. انا واقف على رجلي، انا كنت ممكن من اول رميت نفسي وقعدت امثل وتعبان وحرام عليكم واتوسل وانا مسكين لكن لا، ده مكاني. ده ما حصلش. يا فندم لا، انا مقتنع ان انا، وده اقتناعي والحمد لله، وانا بالعكس ده زادت اصرار ان انا هموت شهيد. ده ربنا يكتب طول العمر، لكن يا فندم لا، يا فندم ده شغلي ومكان عملي. انا شرف ليا ان بدافع عن المكان ده. وانتوا قدمتوا شهداء يعني يا فندم، الشرطه المصريه يا فندم الحقيقة انا على حوالي فندم 600 شهيد. وعلى شرط، عن شرط يا فندم ان وزاره الداخليه باكملها بتقدم شهداء مش من فئه معينه من وكل الضباط. حادث بالعكس بيزيد للضباط اصرارا يا استاذ وعزيمه. محمد، يا استاذ محمد، وزاره الداخليه بتقدم شهداء من الضباط مش من فئه معينه، مش من صحيح. سني ولا من سن الضباط الصغيره. حضرتك من اول رتبه لواء محمد السعيد لغايه ومحمد- رتبه ملازم. لو طبعاً، حضرتك مرورا عايزني اجيب لك احمد زكي اسماء من اول اللواء نبيل فراج، صحيح. مرورا نبيل بالعميد فراج. احمد زكي، صحيح. العميد الامن المركزي صحيح رحمه لا الله. احنا عندنا موسوعه انا والمقدم جبتها محمد، انا هجيب لك من كل على سبيل المثال الى العساكر كتير. الصغيرين. طيب ارجع للفيديو تاني. انت ايه اللي تتذكره في اللحظه دي؟ انت طلعت لهم ولا دخلوا خدوك يا وايه فندم الكلام ده بعد 6 ساعات، تمام مش بعد ساعه. 6 6 ساعات معركه من حصار الاسم. يا فندم 6 ساعات دون استسلام. يعني فندم المركز ليه فيديوهات تانية. 6 ساعات كان ضرب نار. 6 ساعات تعامل، هم تعامل ضرب معركة. نار بالنار. ويعني الشهيد العقيد البطل مصطفى العطار رحمه الله عليه، الله يرحمه، اقسم بالله العظيم لم يطلق ولا صحيح. يعطي تعليمات باطلاق الرصاص عليه. كل الطلقات التي اطلقت من مركز شرطه مطاوي وانا شاهد على ذلك امام الله كلها كانت طلقات تعذيريه في الهواء. في الهواء. اقسم بالله ان الراجل ده لو كان ادى امر ان احنا نتعامل بالذخيره الحيه اللي في المركز، انا كان ممكن ساعه دلوقتي مش بتتفرج على حكم، كان هيبقى فيه مجزره. الطلقه سعادتك اللي بتشوف ضابط بيموت دي عباره عن مقذوف قد كده. انت عندك في المركز ذخيره تحصى بالاف الطلقات. لو انا طلعت يعني كان بامكانكم، ورغم ان القانون بيديك هذا الحق، تمام، القانون بيعطيك هذا تمام. الحق، لكن انتوا رفضتوا تقتلوا الناس، ورفضتوا واستحملتوا هجومهم وارهابهم والضحايا اللي سقطوا.